أبراج التراب، لغز منهاتن التي سبقت الزمن. تخيل أنك تقف في قلب الصحراء أمام ناطحات سحاب ترتفع ل8 و9 طوابق، لكن لا وجود للإسمنت ولا للفولاذ ولا حتى للرافعات العملاقة. نحن في عام 1532 والمدينة بأكملها كانت على المحك بعد فيضان مدمر مسح ملامح الحياة. هنا تبدأ شفرة المكان لمدينة شبام. سالم، المعلم المعماري الشاب، يقف وسط الركام، يدرك أن البقاء ليس في الهروب من الأرض، بل في العودة إليها بطريقة لم يتخيلها أحد من قبل. الرهان كان بسيطاً ومرعباً في آن واحد، إما أن نبني عمودياً لنحمي أنفسنا من الغزاة والسيول في مساحة ضيقة، أو نندثر في رمال التاريخ. سالم كان يعلم أن الطين مادة مخادعة، فهي تمنحك الدفء، لكنها قد تنهار فوق رأسك إذا لم تفهم لغتها. بدأ سالم وفريقه بصناعة المدر، مزيج من الطين والقش والماء، يترك ليجف تحت شمس حضرموت الحارقة. الصراع الداخلي كان ينهشه، هل ستتحمل القاعدة الطينية ثقل مئات الأطنان؟ بدأوا ببناء الجدران في الدور الأرضي بسمك يصل إلى 2 متر، وكلما صعدوا كانت الجدران تنحف بذكاء هندسي فطري لتخفيف الحمل. كانت كل مدرة توضع هي بمثابة تحد لقوانين الجاذبية. لنتأمل هذه التفصيلة التي غفل عنها الكثيرون. شفرة المكان هنا ليست في الارتفاع فقط، بل في التنفس. سالم وضع فتحات تهوية صغيرة، مشاقيص موزعة بدقة لتمرير الهواء وتبريد المبنى طبيعياً. بينما نختنق نحن اليوم في شققنا الخرسانية ونعتمد على المكيفات، كانت شبام قبل 500 عام تمتلك نظام تكييف ذاتي. لكن اللحظة المنكسرة جاءت عندما بدأت التصدعات تظهر في أحد الأبراج الجديدة. الفشل كان وشيكاً، والمدينة بأكملها كانت تراقب. هل أخطأ سالم في حسابات الزوايا؟ إذا كنت تشعر أن هذه الجدران تحكي جزءاً من هويتنا المفقودة، فلا تدع القصة تتوقف عندك. اشترك الآن في شفرة المكان، فعل الجرس، وشارك هذا الفيديو مع كل مهتم بالعمارة والإنسان. شاهد فيديوهاتنا السابقة لتعرف كيف شكلت البيئة عقول أجدادنا، وانضم إلينا لنفك الشفرات القادمة معاً. الحبكة تتغير عندما اكتشف سالم أن المشكلة ليست في الطين، بل في النورة، الطلاء الجيري الذي يحمي قمم البيوت. إذا تسرب ماء المطر للداخل يذوب البرج كقطعة سكر. هنا كان الرهان على الوقت، كان عليهم طلاء القمم قبل موسم الأمطار القادم. الصراع الخارجي مع الطبيعة وصل لذروته، وفي وسط هذا السباق نكتشف قصة مريم، ابنة سالم، التي كانت تتحرك بين الأسطح عبر جسور خشبية تربط البيوت ببعضها، مما خلق نسيجاً اجتماعياً فريداً حيث لا تنفصل العائلات أبداً. اليوم عندما تنظر إلى شبام من بعيد ترى مدينة لم تتغير ملامحها منذ قرون، لكن الحقيقة أن كل طوبة فيها قد تم ترميمها آلاف المرات. التغيير الذي حصل ليس في الشكل، بل في المفهوم. تحولت شبام من حصن دفاعي إلى مدرسة عالمية في الاستدامة. سالم رحل، لكن شفرته بقيت حية. أن هذه الأبراج الطينية أثبتت أنها أكثر مرونة وصمودا أمام الزلازل الخرسانية المحدثة المحيطة بها. النهاية ليست في البناء، بل في فهم روح المادة التي نسكنها. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.